بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الأوفياء على قناتنا ماتاغيغانتيس تيفي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصيلة نهاية الأسبوع الرياضية أو ماتاغيغانتيس ماركادور. حلقة اليوم غادي نقسموها لجوج ديال الأجزاء. واحد الجزء غنتكلموا فيه على كأس العالم قطر 2022 اللي غادي تدشن مباراة الافتتاح إن شاء الله بيوم الأحد القادم بين البلد منظم قطر والإكوادور، والبرنامج ديال المباريات ديال هذا كأس العالم أيضا خصوصا غادي نسلطوا الضوء على المجموعة ديال المغرب اللي هي مجموعة اف أو المجموعة السادسة، وكذلك على المجموعة ديال إسبانيا اللي فيها إسبانيا وألمانيا من بين أهم المنتخبات اللي غيلعبوا فيها، لأن المتأهل من هذه المجموعة هذه غيلعب دائما مع المتأهل مع ديال مجموعة المغرب الأولي مع الثاني ديال المجموعة الأخرى، والعكس صحيح أيضا. ولكن قبل ما ندوز من هذا المونديال ضروري خصنا نطرقوا البطولة المغربية والبطولة الإسبانية. بالنسبة للبطولة المغربية أيضا النتائج ديال المباراتين المؤجلتين الدورة الثامنة تلعبوا يوم الاثنين والثلاثاء. وبالنسبة للبطولة الإسبانية الدورة 13 اللي تلعبت على مدى 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. نبداو على بركة الله. بالنسبة للبطولة المغربية الدورة الثامنة كانت لعبت الأسبوع الفارط، ولكن تأجلوا جوج ديال المباريات بحكم مشاركة كل من الجيش الملكي ونهضة بركان في المسابقات الخارجية. وهذا جوج ديال المباريات الأولى بين فريق المغرب التطواني و الجيش الملكي تلعبت يوم الاثنين على الساعة 4 مساء ملعب سنة الربيع، انتهت بفوز الفريق الزائر فريق الجيش الملكي بهدفين لصفر. والمباراة الثانية تلعبت يوم الثلاثاء بين الفتح الرباطي ونهضة بركان، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله. بعد إجراء جميع المباريات ديال الدورة الثامنة بما فيهم مباراتين مؤجلتين أصبح الترتيب على الشكل التالي: الصف الأول الجيش الملكي 18 نقطة، الصف الثاني الوداد الرياضي 18 نقطة، الصف الثالث الاتحاد الرياضي التوروغي 14 نقطة، الصف الرابع الفتح الرياضي 13 نقطة، الصف الخامس الرجاء البيضاوي 12 نقطة، الصف السادس المغرب فاسي 12 نقطة، الصف السابع أولمبيك أسفي 12 نقطة، الصف الثامن شباب سوالم الرياضي 12 نقطة، الصف التاسع حسنية أكادير 11 نقطة، الصف العاشر شباب المحمدية 11 نقطة، الصف 11 الدفاع الحسني الجديدي 10 ديال النقط، الصف 12 المغرب أتلتيكو تطوان 8 ديال النقط، الصف 13 نهضة بركان 7 ديال النقط، الصف 14 مولودية وجدة 5 ديال النقط، والصفين الأخيرين المؤديين للقسم الوطني الثاني الصف 15 أولمبيك خريبكا 3 ديال النقط، والصف 16 والأخير اتحاد طنجة نقطتين. إذا كما شفتوا الترتيب بحال اللي سبقنا قلنا، يعني حين كانوا تأجلوا هاد المباراتين فريق الجيش الملكي بالفوز ديالو بقلعة سنة الرمل على المغرب أتلتيكو تطوان استطاع أنه ينقض على الصف الأول وينتزع من فريق الوداد البيضاوي بنفس عدد ديال النقط اللي هو 18. ايضا كنقولوا دائما كاين واحد المطارده قويه ديال الاتحاد الرياضي التوروغي وحفاظه على المركز الثالث ب 14 نقطه على بعد 4 ديال النقط، والتحاق الفتح الرياضي بالصف الرابع ب 13 ديال النقط. موراها كتجي كوكبه ديال الفرق اللي عندهم 12 ديال النقط، كل من الرجاء الرياضي المغرب فاسي اولمبيك اسفي وكذلك شباب السوالم. بالنسبه للمؤخره ديال الترتيب دائما كنشوفوا اولمبيك خريبكا الصف 15 3 ديال النقط، وفريق اتحاد طنجة الصف 16 والاخير نقطتين، بحكم انهم المباراه الاخيره اللي لعبوا مع بعضهم تعادلوا بواحد وحافظوا على نفس المراكز. مولودية وجده كتحتل الصف 14 على بعد فقط نقطتين من اولمبيك خريبكا، ونهضة بركان اللي ما استغلتش هذه المباراه المؤجله ديالها فقط تعادلت فيها وكتحتل الصف 13 7 ديال النقط. فوق منهم فريق المغرب اتلتيكو تطوان ب 8 ديال النقط اللي هدر واحد العدد كبير ديال النقط المباريات الاخيره، يعني ما حصل حتى على شي نقطه مباراتين متتاليتين هزيمتين اللي خلاته كيحتل الصف 12 بنفس عدد ديال النقط اللي هو 8. بالنسبه للدوره التاسعه ان شاء الله ربي تاجلت الى حدود ما بعد المونديال باذن الله، ربما في اواخر شهر دجنبر او بدايه السنه القادمه باذن الله عاد غتلعب الدوره التاسعه، حينها نواتيكم بالبرنامج ديال المباريات.
الى هنا غنكونوا كملنا هذه الفقره الاولى من الجزء الاول اللي كتعلق بالبطوله الوطنيه المغربيه القسم الوطني الاول. فاصل ونواصل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد. بالنسبه للبطوله الوطنيه الاسبانيه لا ليغا، تلعبت كما هو معلوم وسط الاسبوع الدوره الرابعه عشره، يعني اغتنموا الفرصه ولعبوا الدوره هذه باش ينقصوا من العدد ديال الجولات بحكم المونديال غادي يكون التوقف. هاد الدوره هذه تلعبت على مدى 3 ايام، الثلاثاء والاربعاء والخميس. اليكم النتائج. يوم الثلاثاء تلعبوا 3 ديال المباريات. إلتي ينهزم امام خيرونا بهدفين لواحد. اتلتيك بلباو ينتصر على الريال فاليادوليد 3 ديال الاهداف لصفر. واوساسونا ينهزم امام برشلونه بهدفين لواحد. يوم الاربعاء 4 ديال المباريات تلعبوا. الميريا تنتصر على خطافي بهدفين لصفر. فريق اشبيليه ينهزم امام ريال سوسيداد بهدفين لواحد. اسبانيول ينهزم امام فيا ريال بهدفين لصفر. ومايوركا ينتصر على اتلتيكو مدريد بهدفين لصفر. يوم الخميس تلعبوا 3 ديال المباريات الاخيره. الرايو فايكانو يتعادل امام سيلتا بصفر لمثله. فريق فالنسيا ينتصر على بيتيس 3 ديال الاهداف لصفر. والريال مدريد ينتصر على كاديس وبصعوبه بهدفين لواحد. اذا كما شفتوا النتائج هذه ديال الدوره 14 تقريبا شبه عاديه. فريق برشلونه عاد بانتصار مهم بهدفين لواحد امام اوساسونا بمدينه بامبلونا. فريق ريال مدريد حصل على انتصار ولكن صعوبه كبيره، يعني في الدقائق الاخيره يعني بداو كيطلبوا يعني انهاء المباراه باي شكل بهدفين لواحد على فريق كاديس. النتيجتين اللي هما شويه شدوا الانظار هي انهزام فريق اشبيليه للمره، وكذلك انهزام ديال فريق اتلتيكو مدريد امام فريق مايوركا. اليكم الترتيب. الصف الاول فريق برشلونه 37 نقطه. الصف الثاني فريق ريال مدريد 35 نقطه. الصف الثالث ريال سوسيداد 26 نقطه. الصف الرابع اتلتيك بلباو 24 نقطه. الصف الخامس اتلتيكو مدريد 24 نقطه. الصف السادس بيتيس 24 نقطه. الصف السابع اوساسونا 23 نقطه. الصف الثامن رايو فايكانو 22 نقطة. الصف التاسع فيا ريال 21 نقطة. الصف العاشر فالنسيا 19 نقطة. الصف 11 مايوركا 19 نقطة. الصف 12 ريال فاليادوليد 17 نقطة. الصف 13 خيرونا 16 نقطة. الصف 14 الميريا 16 نقطة. الصف 15 خيتافي 14 نقطة. الصف 16 اسبانيول 12 نقطة. الصف 17 سيلتا 12 نقطة. وثلاثة الصفوف الأخيرة المؤدية للقسم الوطني الثاني. الصف 18 سيفيا 11 نقطة. الصف 19 كاديش 11 نقطة. والصف 20 والأخير فريق إلتشي 4 ديال النقط. إذا كما شفتوا في مقدمة الترتيب فريق برشلونة حافظ على المرتبة الأولى ديالو، على الفارق ديال نقطتين على المطارد اللي هو ريال مدريد. برشلونة عنده 37 نقطة، فريق ريال مدريد عندهم 35 نقطة بحكم أن الفريقين انتصروا. كذلك ومثال نلاحظ تقهقر فريق اتلتيكو مدريد للصف الخامس بعد الانهزام ديالو بالميدان ديالو امام الريال سوسيداد، وحتى المرتبه الثالثه فريق ريال سوسيداد بهذا الفوز المهم. كذلك المرتبه الرابعه فريق بيلباو ب 24 نقطه، نفس العدد ديال النقط ديال اتلتيكو مدريد، وكذلك فريق بيتيس. بالنسبه لمؤخره الترتيب كنلاحظوا دائما ديك التذبذب ديال فريق اشبيليه، مره كيخرج مره كيدخل في ديك ثلاثه فرق او ثلاثه صفوف المؤديه للقسم الوطني الثاني. فريق اشبيليه يضيع فرصه اخرى بميدانه وينهزم بهدفين لواحد، يعني اللي خلته يحتل الصف 17. كذلك فريق كاديس بحكم انه تا هو انهزم بمدينه مدريد الباقي كيحتل نفس الصف ديالو اللي هو 18. عفوا فريق سيفيا يحتل الصف 18 كما قلنا، وفريق كاديس يحتل الصف 19 بنفس العدد ديال النقاط 11 ديال النقاط، وفريق إلتي يقبع في الصف الاخير ب4 ديال النقاط. يعني كما قلنا هو باقا ديال تقريبا ديال 8 ديال النقاط بينه وبين الصف 17 اللي يقدر يخرج من هذه القوقعه ديال الصفوف المؤديه للقسم الوطني الثاني.
بالنسبه للدوره الخامسه عشر، هذه الدوره هذه كما هو معلوم يعني تاجلت ما بعد المونديال. باذن الله ستجرى اخر اسبوع من شهر دجنبر من السنه الحاليه اللي هي 2022 بالضبط. غتكون يوم الجمعه 30 والسبت 31 وكذلك الاحد 1 يناير 2023 والاثنين ان شاء الله يا ربي. الى حينها نوافيكم بالبرنامج ديالنا ان شاء الله يا ربي. هكذا غنكونوا كملنا الفقره الثانيه من الجزء الاول اللي كيتعلق بالبطوله الوطنيه الاسبانيه لا ليغا. شكرا على التتبع، نلتقي بعد قليل باذن الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد. كما هو معلوم يعني ايام قليله تفصلنا على المونديال ديال قطر 2023 او 2022 عفوا، بل ساعات قليله يعني ان شاء الله ربي. يوم الاحد غادي يدشن هذا المونديال هذا بمباراه الافتتاح اللي غتكون بين قطر البلد المنظم والاكوادور من المجموعه الاولى. هذه المباراة هذه غتكون على الساعة 5 مساء حسب التوقيت المحلي. هي غتكون افتتاح المباراة الثانية اللي هاد المجموعة هذه بين فريق السنغال وهولندا غتجرى يوم الاثنين ان شاء الله ربي على نفس الساعة ايضا الساعة 5. كما هو معلوم كما شفتوا يعني اغلبيه ديال الفرق نزلت حلت بقطر العاصمه القطريه الدوحه، ومن بعد كل فريق مشى للمكان ديال الاقامه ديالو. اذا باقي شي فريق او جوج ربما غادي يحل في هاد الساعات القليله القادمه غادي يكمل. الفريق الوطني المغربي او المنتخب الوطني المغربي مثل جميع الفرق وصل قطر ايضا جميع اللاعبين اللي استدعاهم والد الركراكي. هذا اللائحه ديال والد الركراكي اللي اثارت شويه الجدل داخل المغرب بحكم استدعى بعض اللاعبين ما استدعى شي اخرين، ولكن يعني الجديد اللي كان فيها هي عوده حمد الله الى المنتخب الوطني المغربي مره اخرى من بعد ما نقدروا نقولوا وقعت واحد المسامحه على الفعل ديالو اللي كان وقع له هذه سنتين ونيف تقريبا. نعطيكم التشكيله ديال او اللاعبين المنادات عليهم اللي غيمثلوا المغرب في المونديال 22، ونخليو الاراء ديالكم في هذا التشكيل في هذا اللاعبين هادو، واش هي هذيك او لا خصها شي تغيير او بعض اللاعبين كانوا كيستحقوا يمشيو او لا والعكس صحيح ان شاء الله ربي. بالنسبه لحراسه المرمى اللي عيط عليهم او اللي استدعاهم المدرب وليد الركراكي منير الخجوي، ياسين بونو، ورضا التغناوتي. الدفاع كاين هناك 8 ديال اللاعبين: غانم سايس، نايف اغيرد، جواد اليميق، واشرف داري، اشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطيه الله، وبدر بانون. وسط الميدان كاين 7 ديال اللاعبين: عز الدين أناحي، سفيان الأمرابط، سالم أملح، عبد الحميد صابري، بلال الخنوس، والياس الشاعر، وامين حارث. هنا كنفتحوا قوس. هاد امين حارث كان تعرض لواحد الاصابه قاصحه في اخر مباراه ديالو مع الفريق ديالو ضد موناكو. هاد الاصابه هذه يعني مع الاسف الشديد اللي غتبعدوا على الميادين ما لا يقل عن 6 اشهر، وحرمته من المونديال وحرمته من بزاف ديال الحاجات. المهم قدر الله وما شاء فعل، نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. بالنسبه للاعبي الهجوم كاين 7 ديال اللاعبين ايضا، كل من حكيم زياش، زكريا ابو خلال، سفيان بوفال، عبد الرزاق حمد الله، عبد الصمد زلزولي، ويوسف نصيري، وكذلك وليد جديره. اذا كما شفتوا هذه هي اللائحه اللي نادى عليها المدرب. واحد الحقيقه لائحه يعني كطمئن الى حد كبير، خصوصا ان المدرب وليد الركراكي على معرفه يعني كافيه بهاد اللاعبين هادو. كيبقى الاشاره كما قلنا ديال امين حارث، مع الاسف الشديد هذا اللاعب هذا يعني كان عندنا واحد الامل كبير يعني في المشاركه ديالو في المونديال، والاضافه اللي غيعطيها المنتخب الوطني خصوصا في وسط الميدان، والدعم ديال الهجوم بحكم انه عنده يعني الايجابيه ديال امتلاك الكره والتغلغل داخل المربع ديال العمليات او مربع الخصم.
ولكن مع الاسف الشديد اللي وقع خصنا نشوفوا يعني البديل اللي غادي يختاروا وليد الركراكي يكون البديل ايضا يعني كيستحق ايضا اللاعب المنتخب الوطني، وحتى هو يعطيو هي فرصه لجميع اللاعبين ايضا باش يبرهنوا ويبينوا اللي عندهم. كيبقى ايضا تشاركونا ايضا النظر ديالكم في هذه اللائحه هذه، واش كما سبقنا قلنا يعني كل واحد يعطي النظر ديالو واش متفق معها او 100% او لا، يعني عنه كيتحفظ على بعض اللاعبين او كيفضل شي لاعبين اخرين. المهم مرحب بها، وهيدا نغنيو هذا النقاش بالنسبه لهذه المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي والمجموعه اللي جا فيها المجموعه اف او المجموعه السادسه كما يطلق عليها، كنعرفوا الفرق اللي معاه هي كل من كرواتيا، بلجيكا، وايضا كندا. المباراة الأولى ديال المنتخب الوطني المغربي غادي يجريها يوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا حسب التوقيت المحلي أمام كرواتيا، وهي مباراة مهمة جدا، مباراة يعني ليس بالسهلة. كرواتيا يعني فريق عنده تجربة كبيرة، خصوصا المونديال الأخير يعني كان واحد من الفرق اللي لعبت نهائي أمام فرنسا يعني، وقبل البلاء الحسن في المونديال السابق ديال 2018. ولكن حنايا الامل ديالنا في المنتخب المغربي ايضا فهمتي كبير جدا، يعني يقدر يقرا هذا الفريق هذا ويقدر ينتصر عليه، ليس بالغريب او ليس بالمستحيل. يكفي ان النسخه ديال 86 المنتخب المغربي سبق له حتى للصف الاول في المجموعه ديالو امام اعتى الفرق الاوروبيه، انجلترا، البرتغال وبولونيا. اذا حظ سعيد الفريق ديالنا في المباريات بثلاثه. بكل صراحه لا نرضى باقل من المرور الدور الموالي ان شاء الله يا ربي، ما كيهمش الصف الاول او الثاني، المهم هو المرور. نمشيو للمجموعه اي والمجموعه الخامسه اللي هي ايضا من اقوى المجموعات في هذا كاس العالم هذا، كتضم كل من المانيا، اسبانيا، اليابان وكوستاريكا. هاد المجموعه هذه الاهميه ديالها والنتائج ديالها يعني على حسب جوج ديال العوامل. الاولى بحكم القرب ديالنا من اسبانيا والمتابعه ديالنا البطوله الاسبانيه وايضا المنتخب الاسباني اللي هو يعتبر من المنتخبات القويه ايضا المشاركه في هذا المونديال هذا. كذلك ان المتاهلين من هذه المجموعه هذه الاول والثاني غادي يلعبوا مع المتاهلين من المجموعه ديال المغرب الاول والثاني. متاهل من المجموعه ديال المغرب الاول غيلعب مع الثاني ديال مجموعه اسبانيا، والاول ديال مجموعه اسبانيا غيلعب مع الثاني ديال مجموعه المغرب. هنايا بالنسبه ايضا اللاعبين اللي نادى عليهم الناخب الوطني الاسباني لويس انريكي جاءت على الشكل التالي. في حراسه المرمى كاين ثلاثه ديال الحراس، كاين اوناي سيمون، راول سانشيز ودافيد الرايا. بالنسبه للدفاع كاين 8 ديال اللاعبين كل من كارفاخال، هوغو غارسيا، البا، اسبيلكويتا، باو، وغايا، إيريك غارسيا ولابورت. وسط الميدان كاين 7 ديال اللاعبين، بوسكيت، كارلوس سولير، كوكي، رودريغو وجورينتي، غافي وبيدري. الهجوم ايضا كاين 8 ديال اللاعبين، فيران، موراتا، اولمو، ويليامز، اسينسيو، انسو فاتي، فيريمي وسارابيا. اذا هذه هي اللائحه ديال اللاعبين اللي نادى عليهم لويس انريكي. هذه اللائحه ايضا اثارت واحد الجدل كبير داخل الوسط الرياضي الاسباني، حيت بحكم كاين بعض اللاعبين اللي كانوا كينتظروا بزاف ديال الناس بان غادي يعيط عليهم مصداق ما ناداش عليهم. من اهمهم الحارسين كل من دافيد ديخيا وكيبا اللي هما كانوا الحارسين الرسميين ديال المنتخب الوطني، خصوصا بعد اعتزال كاسياس. كذلك المدافع السابق ديال ريال مدريد سيرخيو راموس اللي الان كيلعب مع باريس سان جيرمان لهذا الموسم هذا، في الحقيقه عاطي نتائج جيده. كان عنده الامل باش يشارك في هذا المونديال كاخر مونديال ديالو، وربما يعتزل من بعد. وايضا لاعبين اخرين مثل اللاعب جاغو اسباس المهاجم ديال فريق سيلتا، اللي هذا في الحقيقه بده خلى مفاجاه، لان اللاعب هذا دائما كيعطي الاضافه للهجوم ديال المنتخب الاسباني. راه هو اللاعب اللي كان سجل علينا هدف ديال التعادل الثاني في المونديال السابق امام المنتخب المغربي. بالنسبه للهجوم او عفوا اللاعبين اللي نادى عليهم المفاجاه كانت هي في اللاعب ديال اتلتيك بيلباو ويليامز. هذا اللاعب هذا اللي غيشارك لاول مره في المونديال، ربما يقدر يكون عنده فرصه ويخرج يكون نجم ديال المنتخب الاسباني بحكم الفعاليه ديالو في الهجوم.
الهجوم الاسباني كامل يعني لاعبين ممتازين في الحقيقه بالنسبه لوسط الدفاع عفوا بالنسبه للدفاع وسط الميدان. ربما كاين تساؤلات هذيك. المهم غنشوفوا المباريات والنتائج هي اللي غتحكم على اللائحه ديال لويس انريكي، واش فعلا اصف القرار ديالو او لا اخطا. بالنسبه للبرنامج ديال المباريات ديال هذه المجموعه هذه ديال المجموعه اي او لا الخامسه، اولى المباريات ديالها غادي يجراو يوم الاربعاء 23 نوفمبر. المباراة الأولى بين ألمانيا واليابان على الساعة 2 زوالا، والمباراة الثانية بين إسبانيا وكوستاريكا على الساعة 5 زوالا. إذا هذه نظرة أولية ديال الافتتاح ديال المونديال، المباراة ديال الافتتاح، وكذلك البرنامج ديال المباريات ديال المجموعة المغرب والمجموعة ديال إسبانيا اللي كيهمنا أيضا. ان شاء الله يا ربي في هذا المونديال هذا غادي نوافيكم دائما بالجديد وبالنتائج، لا لهذ المجموعتين ولا ايضا باقي المجموعات في حينها. غنكونوا كنعملوا برامج قصيره باذن الله ان شاء الله، وربما احيانا نطرقوا المباشرات مباشره نطرقوا النتائج ديال المباريات اللي تلعبوا وبعض الاراء وبعض التحليلات حسب المجريات ديال المباراه. الى هنا نكون قد اوفينا جميع الفقرات ديال هذه الحلقه هذه. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون عجبتكم ايضا. دائما وابدا بالنسبه للناس الغير مشتركين يدعمونا، وفضلا وليس امرا يدعمونا بالاشتراك ديالهم مع في القناه، وايضا الضغط على زر الاعجاب واللايكات والتعليقات ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، دمتم بخير، والى الحلقه المقبله من نفس البرنامج ايامات القليله القادمه باذن الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.